والكلام على العلماء فيه تجني على دين الله عز وجل، وبالفعل ما ذكره أخونا أكرم وفتنة العصر أن تسل أقلام وعياذا بالله مواقع ليس شغلها الشاغل إلا ذم فلان أو الطعن في فلان أو التشكيك في سمعة العالم، وهذه خصلة ذميمة من خصال أهل اليمن. وقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله محمد بن علي القاضي في كتابه البدر الطالع في أخبار القرن السابع أن السبب في عدم ظهور علماء اليمن هو الذم العامة لهم. لهذا الإمام الشوكاني قاضي كبير جدا صاحب نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار الذي قال فيه بعض أهل العلم بيع الدار واشتري نيل الأوطار. الشوكاني كان إذا حدث في الجامع الكبير في صنعاء كان بعض الجهلة من الشيعة يقعقعون بالسلاح حتى خاف الناس على الإمام الشوكاني. ومحمد بن إبراهيم الوزير المرتضى اليماني صاحب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، هذا طارده الزيدية حتى هرب إلى جبال نقم في صنعاء. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في محمد هذا ابن إبراهيم الوزير كان يذكر في المسألة الواحدة عند تحقيقه لها يذكر 200 دليل، ولو قلت إن اليمن لم ينجو مثله لما كنت بعيدا من الصواب. طاردوها الزيدية حتى صار إلى رأس نقم. سبحان الله. فقال الإمام الشوكاني ولو أن الحافظ ابن حجر وقف على مآثر هذا الإمام لأطال عنان قلمه فيه، لكن وين بدل ما يكون في داخل صنعاء هربوه الجماعة لداخل جبل نقم. فينبغي أن نحترم أهل العلم. والله ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك رحمه الله بكى ذات يوم فقيل له ما يبكيك يا ربيعة؟ قال إن كنا بين يدي علمائنا كالصبية في حجور أمهاتهم. الإمام الشافعي رحمه الله ما استطاع أن يخطرف بالأوراق وعين الإمام مالك تلحظه، شيخ الإمام مالك في المجلس ما استطاع أن يخبش بالأوراق هكذا. والربيع بن سليمان المرادي قال ما استطعت أن أشرب الماء وعين الشافعي تلحظني. هذا التقدير والتبجيل لأهل العلم. هؤلاء منار البلاد، هؤلاء سرج العباد، هؤلاء أخشى الناس لله عز وجل. ما الذي يحملك على أن تتكلم في أهل العلم؟ تكلموا في الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء كتاب عظيم في كتب التراجم الإمام الذهبي. وكان الإمام الذهبي حافظا كبيرا وجهبذا نحريرا، حتى قال الإمام السبكي رحمه الله فيه وفي كتبه وإن تغب شمس ذات الدين فلا عجب وأي شمس رأيناها ولم تغب هو الإمام الذي روت روايته وطبق الأرض من طلابه النجب ثبت خبير حافظ يقظ في النقل أصدق أنباء من الكتب. يا الله، أصدق أنباء من الكتب. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. فذكر الذهبي أن بعض الناس قال في الإمام أحمد ليس بفقيه. الإمام أحمد الذي يحفظ ألف حديث مليون حديث، يقول بعض الجهلة في الإمام أحمد لا يفقه في الفقه. فقال الذهبي رحمه الله إن الجاهل لا يعرف قدر نفسه فكيف يعرف قدر غيره، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعي.